لو انت عايش في قرية وفي يوم من الأيام وانت ماشي كده بالليل أو على طريق زراعي جنب ترعة، وسمعت حد بينادي على اسمك: يا فلان، يا فلان. المهم، فبتبص حواليك مش لاقي حد، وانت بحسن نية بتبص تاني عشان تشوف مين اللي بينادي يا فلان، ولقيت بنت جميلة بصالك وهي اللي بتنادي. فخد ايدك في اسنانك واطلع اجري بسرعة، لان دي مش بنت جميلة او مش بني ادمة اصلا. ولو مشيت تبع كلامها ورحت لها، هتحس انك بتعمل كل حاجة خارجة عن ارادتك، وان جسمك هو اللي بيمشي لوحده. اللي انا بحكي لك عنها دي النداهة، وممكن انت تكون سمعت عنها قصص كتير ولكن ما صدقتش. في مننا اللي شاف وفي مننا اللي سمع حكاوي، ولكن لو انت ليك حد قريبك في الأرياف مثلا أو في الصعيد عموما، ممكن يكون قالك قصة عن النداهة مرة قبل كده. طيب هي ايه أصلا النداهة دي؟ النداهة دي عبارة عن كائن مرعب، بيبقى متشكل غالبا في شكل بنت جميلة، وللأسف صوتها بيكون أجمل منها. أي حد بيعدي خصوصا في المناطق الزراعية اللي ما بيكونش فيها أي حد أو في جنبيها ترعة مثلا، بتنده عليه. وهيكون حظك وحش لو انت واحد من اللي ندهت عليهم دول، لأنك لو تاني يوم نمت وصحيت وفعلا اتأكدت إنها النداهة، هيكون للأسف حظك وحش، وممكن ما تلحقش تحكي حكايتك. وهيكون حظك وحش أكتر لو النداهة حبتك، زي ما انت سمعت كده. لو النداهة حبتك هتبقى عايزة تجيبك للمكان اللي بتعيش فيه. في ناس بتقول هي مسمياه العالم السفلي، وده بيكون موجود تحت الأرض، وانت مش هتكون قادر ترفض، لأنك لو رفضت هتموت. في ناس كتيرة من اللي نداها ندهتهم للأسف نجوا من الموت، ولكن بقوا في حالة جنون وهلوسة دايمة، وكانوا بيمشوا في الشارع يدوروا عليها وينادوا عليها. فانت آسفا، لو النداهة ندهتك هيحصل لك حاجة من الاتنين: يا هتبقى مجنون وفي حالة هلوسة دائمة، يا إما هتموت. وخليني أقولك إن في ناس بسبب النداهة دي اختفت، ولحد دلوقتي محدش عارف الناس دي اختفوا راحوا فين. وخليني برضه أقولك إن في ناس جالهم حالة اكتئاب شديدة لدرجة إنهم ما بيخرجوش من البيت لا صبح ولا ليل. الناس بيقولوا إن النداهة بتظهر بشكل جميل جدا، والأهم من كده هو صوتها. الناس بتقول إن